السلام عليكم متابعينا الكرام. قبل اي حاجه يا ريت نصلي على النبي، ولو لسه جديد معايا في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اخبار الاهلي اليوم: كولر يرفض التفريط في عمار حمدي خلال التبديل الشتوي. طبيب الاهلي يرفض التعجل في عوده محمد طاهر للمشاركه مع الفريق في المباريات لتجنب تجدد الاصابه. فرج عامر رئيس سموحه يؤكد بعدم التردد في التعاقد مع حسام حسن على سبيل الاعاره لو كان اللاعب متاح في يناير. شوبير يؤكد صرف نظر الأهلي عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي مارسينيو. الأهلي يرفض التفريط في رامي ربيعة في انتقالات يناير لاحتياج النادي لخدماته. معلول يكتسح مصطفى فتحي وزيزو في استفتاء رابطة الأندية لاختياره لأفضل لاعب. سموحة تدخل المعسكر مبكرا استعدادا لمواجهة الأهلي في استاد السلام. الاتحاد الآسيوي يرشح الهلال السعودي للمشاركة في كأس العالم للأندية. الخطيب يكلف حسام غالي بالتعاقدات في التفويض مع بعض الأندية للاعبيها. المتحدث الرسمي للنجم الساحلي في تصريحات لصدى البلد لم يصلني أي عروض من الأهلي بخصوص كريستو، هذا يعني أن الأمر غير مطروح. رئيس سموحة: مباراة الأهلي صعبة جدا، نحتاج إلى توفيق من الله في هذه المواجهة. المنطق يقول أن الأهلي أفضل منا بكثير، ولكن الكرة وارد أن يحدث فيها كل شيء. عادل القيعي معلقا على تصريحات المتداولة رئيس الباطن السعودي عن عدم احترافية الأهلي بسبب عدم الرد على العرض الذي أرسلته لاستعادة أفشة. عامر حسين المسؤول عن المسابقات في رابطة الأندية: مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية أحدثت ترتيبات كبيرة في جدول منافسات البطولات المصرية، وفوجئت بأن هناك حالة من الغضب بعدما صرحت مؤخرا بأن الدوري المصري لن ينتهي في موعده. محمد بركات: جماهير الأهلي تحلم بتخطي إنجاز الميدالية البرونزية وتخطي المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية. أخبار الزمالك: والد زيزو يؤكد امتلاك نجله عرض من النادي الفرنسي وانتظاره لرد الزمالك لمعرفة موقفه. رابطة الأندية تقرر نقل مباريات الزمالك من استاد القاهرة لإسناد أفريقيا للشباب. سموحة تشترط لإعادة أموالها لإعادة محمود شبانة للزمالك. الزمالك يفكر في ضم محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، وعبد الرحمن مجدي هو مهاجم إفريقي جديد في يناير. نادي الزمالك يتحفظ على فكرة ضم عبد الله السعيد لكبر سنه. أخبار الكرة المصرية: بيراميدز يؤكد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة الداخلية هو حصوله على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة. أحمد مجاهد يطالب اتحاد الكرة بترتيب الأوراق وتكوين منتخبات 2007 ثم 2008 و2005 استعدادا لكأس العالم. اتحاد الكرة يوافق على سفر منتخب مصر إلى بلاده لاحتفاله بأعياد الكريسماس. أخبار عالمية: تصريحات مفاجئة من النجم الساحلي عن انتقال محمد كريستو للأهلي، وقرار مفاجئ من الخطيب في صفقات الأهلي. وهنا تكون خلصت أخبارنا، ويا ريت لو استفدت معانا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.